ازيكم يا شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن لاير 3 وهي النتورك لاير. واللاير دي هي مهمة جدا للناس اللي هي بتشتغل في الكلاود او هتشتغل في الديفوبس او بروجرامينج، وعايز يفهم اساسيات النتورك اللي تمشي معاه، حتى سيستم ادمن تمشي معاه الافكار اللي هو عايز يطبقها من ناحية النتورك، ويبقى فاهم ويبقى عارف هو عايز يعمل ايه. تمام. طيب، في ال في النتورك لاير احنا هنتعرض للاي بي عشان نفهم الاي بي هو بيتكلم عن ايه، وهنتعرض للسبنتنج ده خاص بالاي بي برضو، وعندنا كمان الراوتينج وهنتعرف على شوية راوتينج بروتوكولز، وعندنا كمان الفي بي ان. يعني مهمة الفي بي ان نتعرف عليها، لانه في الكلاود تحديدا انت ممكن انك تربط الفي ام بتاعتك اللي هي الفيرتشوال ماشين. هنفترض ان هنا دي في ام، فالفي ام دي ممكن يكون لها internal اي بي وده شيء طبيعي، وممكن كمان تعمل لها external اي بي. ماشي، وتبقى هي مباشرة مع الانترنت. بس هل ده best practice؟ لا، غير صحيح. طيب، ممكن تعمل لها نت، ان هو هيبقى في اي بي ثابت. هنتعرف كمان على النت. بيبقى في اي بي ثابت، يعني مثلا اي بي اكسترنال واحد. تمام. والاي بي الاكسترنال ده او اللي هو البابليك اي بي، اي حد يدخل عليه ببورت معين فهيروح لفي ام معينه. فمثلا عندك 10 في امات واي بي واحد، وتطبق النات على الفي ام دي. ده برضو يعني مثلا لو ويب ابلكيشن وعايز الناس تدخل عليه، ده شيء منطقي. اما لو انت في معلومات مهمة مثلا اكتف دايركتوري او اي حاجة هي فيها معلومات مهمة، ففي الحالة دي ضروري ان انت تطبق الفي بي ان. ليه؟ عشان خاطر لما انا بفتح الفي بي ان على الجهاز بتاعي، فانا بدخل على الفي ام دي كأني في نفس الشبكة بتاعتها. يعني هنفترض ان الانترنال اي بي بتاعها هو 10 صفر صفر 100 مثلا، فانا بالفي بي ان هاخد حاجة من الرينج ده، فكأني في نفس المكان، كأنه انا في مكتب. فانا بوصل على الفي ام دي كأني في نفس المكتب. فهو انا في بيتي مثلا او في مكان ما في كافيه او اي حاجه، والفي ام دي هي في الكلاود. بس لما بيكون الفي بي ان موجوده، في الحاله دي انت بتوصل على الفي ام دي كانهم في مكان واحد. هي دي فكره الفي بي ان يعني عموما. تمام. virtual private network هي نتورك برايفت خاصة، كأنها لان كده، كأنك في مكتب. فهو كل الأجهزة غالبا هتبقى متوصلة ببعضها virtual، لأنه عمليا كل حاجة في مكان. فاحنا هنتعرف على النات كمان، واحنا مع بعض في الرحلة كل ما في حاجة جديدة شايف ان هي مهمة انها تتضاف في الجزء ده، انا هضيفه. زي ما اتفقنا في اول السلسلة، احنا بنطبق فكرة انه هنتكلم عن اللايرز. يعني هنقسم الفيديوهات من وجهة نظر اللايرز. فكل لاير هتيجي هنتكلم عنها لحد ما تخلص، وبعدين ننتقل لللاير اللي بعدها. وفي لايرز هي مهمة ان احنا نناقشها مع بعض، فدي هناخد فيها وقتنا وهنشرح زي ما احنا عايزين فيها. وفي لايرز تانية هي بتبقى مش اكتر حاجة مهمة، لكن برضه هنتعرض لها وهنفهم هي بتتكلم ازاي، علشان وقت الترابل شوتينج ابقى انا متخيل ايه اللي بيحصل، فابقى عارف انا في اللحظة دي الاي بي ده مثلا كان كذا، مثلا بينج مش بيشتغل ليه يا ترى؟ طب مفهوم. خلينا دلوقتي لما نخش نعمل كرييشن لفيرتشوال ماشين. دلوقتي لو بعمل كرييشن لماكينة معينة، فهو دلوقتي دي البيانات بتاعت الماكينة، وفوق هنا في نتوركينج. لما انا بضغط عليها وجينا نبص هنا، فهو هنلاقيه علشان خاطر يعمل نتورك الخاصة بفي ام. احنا بنتكلم على مستوى في ام واحدة. فهنا هو قال لك الفيرتشوال نتورك او اللي هو الفي نت.
او في مكان تاني يسميه الفي بي سي، وفي اماكن تانية ممكن يختلف، مفيش مشكلة، او بيسموه virtual private cloud. تمام. طيب. فهي الفيرتشوال نتورك ده انت ممكن تعمل اكتر من فيرتشوال نتورك. ممكن تخلي مثلا مجموعة حاجات تشتغل في مكان واحد، فانت عايز يبقى في في بي ان مجموعة رينج اي بيز معين، وفي خدمات بقى هنفترض ان هو ويب ابلكيشن، فانت عندك في ماي اس كيو ال، وفي تفاصيل كتير انت بتحتاج ان انت عايز توصلهم ببعض. بعدين في عندك مشروع تاني مختلف، فانت في الحالة دي انت ممكن انك تعمل في نت او في بي سي جديد. كويس. بعدين عندنا السب نت. فانت في الحالة دي انت ممكن ببساطة انك يعني ايه سب نت الاول؟ هنتكلم عنه طبعا بتفاصيل، بس هنفترض ان هو دلوقتي احنا كنا قايلين ان انت بتشتغل على المكنة كانت، او الفي ام اللي انت وصلت عليها من شوية بالفي بي ان كانت بالاي بي ده، صح؟ على كام بقى؟ هو ده السب نت اللي هو هنا كده على 24، في على 21، في على مش عارف ايه. فده اللي بيحدد عدد الاي بيز اللي في السبنت الواحد. بعدين البابليك اي بي، وزي ما اتفقنا انه مش اي في ام بعملها اقوم مباشره مديها بابليك اي بي، علشان خاطر ده مش سكيور. ماشي، لو بتعمل تيست او حاجه تمام، لكن مش طول الوقت ده مناسب. في عندك بقى كمان في لها علاقه حاجات لها علاقه بالنتورك، سوري بالسكيورتي، وده بيخش فيها سكيورتي جروب. وبعدين ممكن هنا انك تعمل بورتس محددة، ان انت تسمح ان ال VM دي لما حد عايز يوصل عليها فهو يقدر ان هو يستعمل البورت ده، ولو انت قفلتها فما حدش هيقدر يوصل عليها، انت تفتحها مباشرة من جوه وتشتغل، او حاجات تانية ممكن انها تتعامل معاها بقى. تمام. طيب عايزين بقى نعمل كرييشن للفي نت. هنكتب كده virtual networks. تمام. بعدين هنعمل create. في هنا اسلوب في اجور ان هو بيعمل المحاسبة تكون في مكان واحد، فبتختار سبسكريبشن وبتكريت الحاجات تحته. ماشي، احنا هنخش على الاي بي ادرس على طول، لانه احنا عايزين نفهم ايه اللي انا بحتاجه لما باجي اعمل كرييشن للحاجات دي. فاحنا فهمنا انه انا عايز في نت علشان خاطر، او في بي سي عشان خاطر الفي نت، سوري الفي ام او الفيرتشوال ماشين اللي انا بعمل لها كرييشن هي محتاجه توصل على الانترنت، فمحتاجه كارت شبكه، صح؟ فكارت شبكه عشان اعمل له كرييشن انا بحتاج ان انا امر بقى بالتفاصيل دي، ان انا بكريت في نت فيرتشوال نتورك او في بي سي. شايف العداد اللي موجود تحت ده؟ هو بيعد لك لما انت تغير في السبنت ماسك، يعني مثلا لو احنا طلعنا ل8، فهنا ده الرينج اللي موجود تحت 10.00 ده. هو قايل لك انه من 10 اصفار لحد 10 255، وده الرينج ده من البرايفت اي بيز، بيدي لك عدد من الادريسز اللي هو ده. عندك برضو 16، فهو هيبدأ يغير فين؟ صفر، خلى الصفر الأولاني بعد 10 ثابت، وغير بس في 255 اللي هم الأوكتت التالت والرابع، ولقينا إن عدد الأدريسز قل. بعدين 24 هو بيدي لك 256 أدرس من الصفر ل255، وزي ما اتفقنا إن الصفر بيكون نتورك اي دي، فما بيستعملش في الشبكة. و255 بيبقى البرودكاست، برضه ده مش بيستعمل في الشبكة. وعندك في واحد بيكون جيت واي، والباقي كله تقدر تستعمله زي ما انت عايز. طيب احنا اخترنا ال8 وال16 وال24 ليه؟ في حالة انك عايز بقى تعمل اد لسبنت، انت بتدوس على اد سبنت اللي فوق دي، بتدوس عليها هنا، بتحط الاسم بتاعها، سميها زي ما انت عايز، ممكن نسميها في ام زي ما احنا اتفقنا. بعدين هنا بيدي لك الاي بي رينج بتاعها اللي هو الرينج بتاع الفي نت. كويس. بعد كده انت بتقول انا عايز اشتغل على انهي جزء، ده مثال الفي ام اللي كنا ضربناه من شويه. تمام. بعدين بتعمل اد من تحت من هنا وكده. تمام، احنا عملنا كرييشن للسبنت.